قال لي أول جملة من غير ما أبص في الملف: أنا جاي عشان أمي عايزة كده. مش قال أنا محتاج ولا قال أنا تعبان، قال لي عشان أمي عايزة كده، وده لوحده تشخيص. سألته طب وانت رأيك ايه؟ قال لي ولا حاجة، يعني هو أنا هعمل ايه؟ الأم قاعدة عينيها مليانة تعب وغضب في نفس الوقت. قالت لي مش بيسمع الكلام، عصبي، بيزعق، كسر باب الأوضة وبيقعد بالساعات قافل على نفسه. سألته انت بتتعصب امتى؟ قال لي لما أحس إني ولا حاجة. والجملة دي بتطلع من حد اتدهس بدري قوي. حكى لي عن أبوه، قال لي مش دايما موجود، ولو موجود صوته أعلى من البيت كله، بيضرب وبيهين. جملة زي انت مش راجل كانت بتترمي عادي كأنها هزار. قلت له طب لما بتكسر أو بتزعق بتحس بإيه بعدها؟ قال لي ولا حاجة، بحس إني أهدى شوية وبعدين بكره نفسي. كلمت الأم بصراحة وقلت لها ابنك مش محتاج ضرب أكتر ولا أوامر أكتر، هو محتاج حد يصدقه. ردت وقالت لي أصدقه إزاي، ده بيكذب. قلت لها لأ، هو بيتعلم يخبي عشان لما قال الحقيقة قبل كده اتعاقب. الولد لقيته بصلي كده، اللي هو النظر اللي فيها أيوة دي حصلت. قلت له طب انت حاسس بإيه دلوقتي؟ قال لي حاسس إني محطوط في امتحان ومفيش إجابة صح. ودي حقيقة المراهقين اللي جايين العباسية، أي اختيار غلط، السكوت غلط، الكلام غلط، الغضب غلط، الدموع مرفوضة. قلت لأم ابنك متعلم إن التعب ضعف وإن الوجع عيب. ردت وهي بتعيط طب أعمل إيه، أنا تعبت. قلت لها هو كمان تعب. في آخر الجلسة وهو خارج قال لي بصوت واطي: هو ينفع أبقى متلخبط ومش فاشل؟ قلت له ينفع، بس محتاج وقت وحد يسمع. طلع والأم فضلت قاعدة. قلت لها انتي مش أم وحشة، بس ابنك اتأذى. وسكتنا احنا الاتنين.